سنتين. سقف الطموح أكيد راح يكون عالي جدا، خاصة لما يكون فريق كبير مثل عند الهلال، الشباب، الاتحاد، وكل فريق له جمهور. بالتأكيد أنه راح يكون سقف الطموح عالي جدا جدا، وخاصة وأن الهلال يعني فترة طويلة جدا وهو كان يعني متسيد للبطولات، ويتناصف هو مع ويشارك مع الاتحاد والشباب سنوات طويلة. فيعني الجمهور الهلالي لن يرضى ابدا بغير انه يكون مدرب بصبغه جريتس، بصبغه برودوم، مدربين عالميين يستطيعون ان يشكلوا فرق او يخلقوا الفرق في تشكيله نادي الهلال. عموما ارجع يعني معليش، يعني طارق هذا ذكرتها امس بالنسبه لبرود، ليش نخسر؟ طيب هي الشيء الوحيد انا اقول لك صراحه، نتكلم عن المنتخب السعودي، ارجع يعني للامانه بتكلم عن المنتخب السعودي. الشيء الوحيد اللي شفناه واللي استفدنا منه انه هناك اكثر من نجم بدا يظهر، وبدا زي عبد المجيد الرويلي. نعم. انا اعتبره هو نجم هذه البطوله، لاعب اكتشف نفسه من جديد في هذه البطوله. توقيع الشباب واضح في الوقت. طيب محمد السهلاوي كذلك عاد اكتشافه، اللاعب المنتقل للنادي الاهلي. مهم جدا للاخوان في نادي النصر او في اي نادي ثاني غاب سنوات طوال عن البطولات، يبتعد كل البعد عن الالقاب، البحث هل انا كبير ام صغير. ممكن واحد يقول انا بالنسبه لي الانديه الكبار مثلا في السعوديه 14 نادي، ممكن واحد يقول انا فريقي هو الفريق الكبير. لنبتعد عن الالقاب ولا نتسابق عليها، لانها لا تاتي ببطولات. التسابق على البطولات. نعم، تسابقوا على كيفيه تحقيق البطولات، خاصة البطولات اللي ذات النفس الطويل. كذلك اللي هي نتكلم بكل صراحة بكل حيادية أن نبتعد عن الصدامات والمناوشات، ونركز بكيفية اللي هو العودة مرة أخرى إلى الأمام والتقدم إلى الأمام. ما يحتاجه فريق النصر الآن التركيز فقط على نادي النصر، يركز على أيضا يبقى على بعض العناصر. خليني أتكلم معك يا أستاذ. في الشباب العام الماضي تقريبا استبعدنا فريق كامل اكثر من 11 لاعب، والسنه هذه حيتم استبعاد كذلك لاعبين. نتكلم عن فريق واحتياطه استبعدناه، ولكن ما هي النتيجه؟ بطوله الدوري، بطوله 26 مباراه، نفس طويل. هذا اللي انا اتكلم عنه. بسالك بما انك انت فتحت موضوع الشباب، غدا ان الشباب يغادر الى المعسكر الخارجي. نعم، مكتمل يعني بعد تقريبا على الساعه 12 وحده. كل اللاعبين متواجدين في غيابات؟ لا، ما راح يغيب اللاعبين المشاركين مع المنتخبات الوطنيه. الأسطى ماذا حدث معه؟ الأسطى للأمانة الأسطى هناك رغبة من الطرفين. الأسطى ابن النادي ويرغب في النادي، وخيار الأول والثاني والثالث هو نادي الشباب. متى بتوقعون معه؟ الفجوة ترى صغيرة جدا جدا جدا، هذا كلام لجمهور الشباب، فجوة صغيرة جدا جدا. هو طالب بمساواة بعض اللاعبين، وليد عبد الله شوف، اللاعب له حق يطلب إن شاء الله 100 مليون لحق، والحق الإدارة أنها توافق أو ترفض. زين، لكن لما تكون تقدير الإدارة وتقدير اللاعب لقيمته والإدارة لقيمة العقد متقاربة، اعرف انه يوقع. كثير من الناس تحدث عن حسن معاذ العام الماضي او الموسم الماضي انه لن يوقع للشباب، وانه سيوقع لاحد الانديه او نادي معين او ناديين تقريبا. يعني نستشف من كلامك انه اللاعب راح يوقع خلال اليومين؟ نقول ان شاء الله، لان وجهه النظر ترى جدا متقاربه. طارق النوفل مدير مركز الاعلام نادي الشباب، احنا نشكرك اليوم، كان هذا اخر حديثنا، يعني حاولنا على الاقل قطف بعض المعلومات.